يشارك طلابنا الجامعيون اليوم من خلال جمعية اقرأ في معسكر التواصل السادس مع النقب، الذي يكون في كل عام للطلاب الجامعيين من خلال جمعية اقرأ دور كبير في هذا المعسكر الذي نعمر به الأرض ونبني البيوت ونزرع الأشجار ونحافظ على مقدساتنا وبيوتنا ونتواصل مع أهلنا ونساعدهم ونعاضدهم لكي يبقوا في أرضهم. هذا العام أخذنا على أنفسنا المحافظة على مقبرة قرية أم مرتام. هذه المقبرة التي تعود إلى مئات السنين، مقبرة تاريخية يقوم الشباب بتسييجها وتنظيفها والمحافظة على قبورها. طلاب الجامعيين هم الشريحة الأهم التي يجب أن تتفاعل مع قضايا أمتها وشعبها، ونحن من خلال جمعية اقرأ نشجعهم على ذلك ونجعل لهم إطار يتواصلوا فيها مع قضايا شعبهم وقضايا أمتهم. نركض قيد الساخيل من أرض النقب الثائر حتى أرض الجليل، فينا نبني ونعمر نركض قيد الساخيل. الله يا الله يا الله يا الله، الله يا الله يا الله يا الله. شعبك يا بلادي صابت في أرض العراقيل، يلا نشد السواعد نبني النقب الإسلامية. الأستاذ محمد زيدان رئيس لجنة المتابعة، الأستاذ الشيخ فايز أبو صهيبان رئيس بلدية رهط، المشايخ الكرام السيد إبراهيم الوقيلي رئيس المجلس للقرى التي نعترف بها، السادة الأفاضل.